بتقبض كام من اول ما سافرت يا سويسي؟ خليكم معايا دقيقه واحده. هقول لكم على حاجه للناس اللي هي بتحسبها لي دلوقتي بعد 16 سنه غربه، بتقول لي بتاخد 2000 يورو، بتاخد 1800 يورو، بكام مصري؟ والنعمه دي على عيني، والنعمه دي على عيني. انا اول يوم اشتغلت بقى فيك ايطاليا كنت شغال مع واحد، كنت بصحى من الساعه 5 الصبح لحد الساعه 9 بالليل طول الاسبوع، كنت باخد 20 يورو في اليوم، وممكن 18 يورو كمان. بس كانت احسن من مفيش، لان اول ما جيت البلد دي اتبهدلت ونمت في الشارع اسبوعين اتنين، وجوعت، والجوع كافر في البلد دي. اوحش حاجه في الدنيا دي الجوع. لو انت ما انتش عالي ابن اصول ومتربي وجوعت في الغربه، ده هتمشي في حاجات شمال كتير. بس انا اخترت ان انا اشتغل ب 20 يورو، وكان غيري شغال جنبي ب 300 350 يورو في الاسبوع، وانا كنت باخد 120 يورو في الاسبوع. واشتغلت وقلت الحمد لله لحد ايه ما اقف على رجلي، احسن من النوم في الشارع واحسن من الجوع. تنيتني شغال معايا 8 اشهر، ما قلتش لا. ربنا كرمني واتعلمت كلمتين، فلقيت حاجه احسن، قمت رايح لحاجه احسن ب 250 يورو، قعدت شغال فيها برضه يجي سنه. وبعد كده اتعلمت برضه شويه وفهمت الدنيا، وقمت نازل شغال في السوق. كان يوم ربنا بيكرمني ب 20، يوم ربنا يكرمني ب 50، يوم ربنا يكرمني ب 70. قعدت على الحال دي يجي سنه ولا سنه ونص. بعد كده ربنا كرمني بواحد ايطالي عشان صبرت، قعدت مع راجل ايطالي ده 5 6 سنين، احلى فلوس، ويعتبر احلى فتره عملت فيها فلوس واشتغلت فيها، ويعني بنيت نفسي بجد. بعد كده حبيت ان انا اكبر من نفسي، فرحت فتحت محل خضار، ما حصلش نصيب. رحت فتحت محل تاني، اشتغل، ربنا كرمنا فيه برضه، بس ما حصلش نصيب ما بيني وبين شريكي. وبعد كده اتجوزت وخلفت. وادي القصه. مفيش حد هنا بيجي يطلع في يوم وليله، لازم تتعب في الاول، اول سنه او اول اتنين، وبعد كده ربنا هيكرمك طول ما انت في نيتك ان انت جاي تاكل عيش.